واي حد مهما كان اسمه ومهما كان نجوميته ومهما كان هو مين، مهما كان هو مين، بس مش مقدر اللوجو ده، تمام، ولا اهلا وسهلا وربنا يوفقك في حته ثانيه. تمام؟ لا انت اغلى من اللي راح ولا جبت لي زي اللي راح على فكره، ولا جبت لي زي اللي راح. تمام؟ بس انا عايز اكمل، وعايز اكمل بهويتي، بطبعي، بشخصيتي، باسلوبي، بالاجواء بتاعه النادي، الاجواء اللي هي فيها سعاده وفرحه. وفي ناس بتنزل من النادي في دفع، بتنزل من بيتها الصبح وترجع على النوم، يعني هي حياتها النادي. انت لازم تقدر ده، مش مساله تحترمه وتقدره. ايوه، ان حياه ناس هي الاهلي، ما تعرفش حاجه ثانيه، يعني ما عندهاش منفذ ثاني في الحياه غير الاهلي. ناس مفيش لعيب هينضم الاهلي هيزود من حب جمهور الاهلي للاهلي، ومفيش لعيب هيفضل في الاهلي هيزود من حب الاهلي لجمهور الاهلي للاهلي، والعكس صحيح. مفيش لعيب مش هينضم هيقلل من حب الجماهير الاهلي للاهلي. فالاهلي جمهوره بيحبه باللي موجودين فيه. هيبقى اللي مش عايز بالسلامه بس اخد حقوق النادي، تمام؟ مش عايز بالسلامه ايا كان هو مين، ايا كان هو مين. من 4 5 6 سنين احنا كنا في نفس الموقف ده على فكره، ما قلناش حاجه. الاهلي من غير امام عاشور، من غير زيزو، من غير بن شرقي، من غير وسام، من غير كلهم لعيبه كويسه قوي، خد كل حاجه. فاسم النادي هو اللي بيضيف لك يا حبيبي، اسم النادي هو اللي بيضيف لك. انا بقى وانا بتعامل اخد حقي. لو واحد مش عايز يكمل، مش عايز ارجع لخطوه 70 80 سنه ورا واقول احنا كنا بنعمل ايه وايه وايه،